زين كأنه البيت كثير كبير عليك. يعني انت قاعد لحالك ليش تاخذ بيت بكل هالكبر؟ قول التراس حلو، يعني انك اخذ تراس قعدنا فيه امبارح بس كبير. ايه والله انا كنت اخذ بيت اصغر من هذا، بس هلا من فترة اخذت هذا البيت، قلت لحالي بركي اهلي بيجوا بيطلعوا لعندي، خصوصا بهالاوضاع. يا سيدي اذا طلع بيكون كثير منيح. ان شاء الله يا رب، والله متمني. ان ان شاء الله خير ان شاء الله. كيفك انت؟ طمني عنك، شو اخبارك؟ والله كله تمام، انت كيفك؟ شو اخبارك؟ ما شاء الله الحمد لله عايشين. انا امبارح حكيت لك صحيح كم واحد مشان الشغل، اتصلت لهم قلت لهم في شغل هيك هيك هيك، ان شاء الله خير يعني لا تقلق. ان شاء الله. بس يعني قلت لك انا هداك اليوم ما ضروري يكون نفس الشغل ها. فهمان عليك والله، فهمان عليك. المهم انت طمني شلون شغلك هون؟ لك منيح الحمد لله، عم ندفش، بس يعني يوم هيك ويوم هيك بيجينا. انت شو عم تسوي هالايام؟ كيف عم تقضي يومك؟ ولا شي، بفتح فيسبوك، ايامات بنزل بتمشى شوي، يعني حاس حالي صاير كسلان، بس يعني عم قطع وقتي بين اخبار وقراءة. بالله بتقرا؟ والله ما توقعتك بتقرا. ليش يعني ماني متعلم؟ هو انا ما تعلمت لانه كان لازم ساعد ابي بالشغل يعني، فتركت المدرسة. بس كنت شوف رفقاتي وجيراني ولاد حارتي يعني عم يدرسوا ويقروا، فبتعرف الواحد يكون عنده فضول حتى يشوف شو هن عم يقروا. فكنت اقرا كتب المدرسة واقرا كتب تانية، ولما كبرت شبيت على القراءة يعني. والله شي حلو جد. طيب وفي شي محدد بتقرا؟ روايات أكتر شي يعني. بتعرف الروايات تخليك تهرب من واقعك، خليني قد ما فيني ابتعد عن هذا الواقع المرير اللي صرنا حاسين انه ما عاد يتغير بحياته. لا يا سامي لا تحكي هيك، يعني اكيد في امل انه يتغير. بعدين يعني اكيد مو كل شي بالواقع مرير. اكيد في شغلات حلوة، يعني على قليلة الذكريات اللي كانت عنا، المراهقة، الطفولة، الحارة، رفقاتنا. يمكن انا مزودة شوي. لا يا سامي روق ان شاء الله يفرجك. ان شاء الله. لك والله العظيم يا مازن، لو الشغلة بإيدي كنت ضليت طول الحياة مبسوط، بس شوفت عيني. أخي أنا إلك عندي حل، أتمنى إنك توافقني عليه، وما بظنه صعب. ان شاء الله بوافق عليه. شو؟ وأكيد رح يريحك. قل لي شو هو. أخي بما إنه إلك مراء بالقراية، وما رح تلاقيها صعبة إنك تقرا القرآن، يعني حاول تقعد تقرا آية آية، تستوعبها منيح وتحس فيها. صدقني رح تشعر براحة كثير كبيرة. يا سامي الحياة قصيرة، والوقت عم بغدرنا وعم نكبر وما عم نقدر نحقق حتى الشي اللي لازم نحققه، لا بآخرتنا ولا بدنيانا. الله أخي الواحد ما بيعرف إمتى ممكن تجي الساعة اللي رح يقدم فيها روحه لله سبحانه وتعالى. طيب انت ليش قلت بسرعة على الموت؟ يعني كنا عم نحكي عن الحياة المريرة، عن الواقع، وهيك. لا سامي كل شي مرتبط ببعضه. لما تكون قريب من الله تشعر بسعادة كثير كبيرة، حتى لو كانت مصايب الدنيا كلها فوق راسك، بس بتضلك مؤمن وراضي وصبور. والله حمام، أنا صار لي زمان ما قريت قرآن. ما بدك تشرب الشاي؟ ضل عيونك شو تشرب؟ ايه اللي بدك عصير؟ يلا زمان بدك عصير كولا. عيونك.